مصطفى شوبير. مرحبا كابتن. يعني دائما في المواقف الصعبة، في المواقف الكبيرة أنت حاضر. الآن تألق ويعني تتأهل مع الأهلي إلى الربع النهائي. بالتأكيد هناك ثقة كبيرة الآن، الجمهور أصبح أكثر ثقة، الجهاز الفني أكثر ثقة، أنت نفسك أصبحت أكثر ثقة في نفسك. اكيد طبعا الماتشات بتفرق لما بتحط رجلك في الملعب، الدنيا بتختلف تماما. وكله في الاول وفي الاخر الواحد بيبقى في الاول طبعا في ضغوطات كبيره في النادي الاهلي، انت مطلوب منك زي ما انت قلت في اي وقت تبقى حاضر. والحمد لله هو في الاول وفي الاخر كرم من ربنا فضل يعني. الآن التأهل بالتأكيد يعني أول المجموعة له طعم مختلف، والفريق ينظر بالتأكيد إلى الحفاظ على اللقب يعني. اه طبعا الحمد لله بقى لنا فتره ما صعدناش بالسيناريو ده، كنا دايما بنستنى اخر ماتش ولازم يكون فيه احداث وسسبنس. بس الحمد لله ربنا كرمنا صاعدين اول مجموعه. هنحترم طبعا اي فرقه تيجي تلعبنا، سواء كنا صاعدين اول صاعدين تاني، انت كده كده بتدي احترام لاي فرقه بتلعبها. وفي الاول وفي الاخر انت النادي الاهلي، يعني انت نادي كبير، انت بطل كافريقيا، اكتر واحد واخد البطوله. كل حاجه عندك تخلي اللي جاي هو اللي يبقى الان، مش انت رايح الان بس. في الاول وفي الاخر احنا بنحترم كل الفرق، وفي انتظار القرعه ان شاء الله باذن الله، قرعه موفقه للجميع، وان شاء الله نعمل اللي علينا وناخد البطوله على طول ان شاء الله تاني ان شاء الله. مؤقتا طبعا تم قفل صفحة دوري أبطال إفريقيا، هتفتحوا صفحة السوبر يعني. الكاس. الكأس. الكاس طبعا برضو تاني ارجع اقول لك هنلعب قدام نادي كبير، نادي الزمالك، وفي اجواء حلوه جدا في المملكه العربيه السعوديه. احنا متشوقين ان احنا نلعب هناك، ومش جديد، احنا كنا لسه هناك في كاس عالم للانديه يعني الاجواء مش جديده علينا. واحنا مركزين ان شاء الله في الماتش، خلاص احنا بناخد الماتش بماتش، واحنا كان عندنا الماتش ده مهم، يانج افريكانز خلصناه الحمد لله. وزي ما انت قلت الملف اتقفل، فتح بقى ملف بتاع الكاس. لسه عندنا كام يوم نقدر نريح فيهم، نعمل ريكفري كويس، ان احنا اتضغطنا كتير الاسبوع اللي فات ده، سفريات كتير. وان شاء الله خير وماتش كويس، وان شاء الله خير ناخد الكاس باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك. بالتوفيق، الله يخليك. إذا أحمد، كانت هذه هي حصيلة ردود الأفعال حتى الآن هنا من ملعب المباراة بعد فوز الأهلي وصدارته للمجموعة الرابعة على حساب يانج أفريكانز التنزاني.